ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ سحر معاكم. طبعا مدربة بتعلم كروشيه وتريكو. طبعا بشكركم يا حبايب قلبي على تعليقاتكم الجميلة وعلى الحاجات اللي انتوا بقيتوا تدوني دفعة ان انا اشتغل لكم حاجات اكتر. طبعا احنا المرة اللي فاتت، طبعا في الفيديو اللي فات انا كنت بدأت لكم الشنطة من تحت اهو، لما عملت لكم بالموف وشفنا ان بداية الشنطة كانت عاملة ازاي وبدأنا نطلع بجسم الشنطة ازاي. طبعا دي انا عملتها اهي اهي. ايه رأيكم فيها؟ بصوا المنظر بتاعها، وعملت الايد بتاعتها. طبعا دخلت اهوت الالوانات دي ببعضها، بس دي اطفالي، يعني ممكن تدخلي اي الوانات في بعض تديكي بس منظر حلو كده. طبعا الاكسسوارات بتجيبيها من اي مكان انت عايزاه. طبعا العيون دي معروفة قوي في الشنط، في العبايات، بتتحط في منتهى الجمال. انا بشوفها كتير في الشنط. طبعا انا عملت لكم شنط كتيرة قبل كده، عملت لكم بخيط الخيش اللي هو الكتان، وعملت لكم بالسلسلة، وعملت لكم احنا النهاردة هنبتدي في الصوف، لان دي برضو بالسلسلة، ده برضو بخيط السلسلة. بصوا بقى، انا عايزة اوريكم انا كنت عايزة اعمل ايه. طبعا انا عندي اللي هو الستان ده. بصوا انا عندي انواع الستان دي، بصوا الالوانات دي. فطبعا انتوا اللي عايز يعمل برضو تدكيك بالستان يعملها. يعني انا عندي اكسسوارات، بس ممكن برضو عايزه ابقى اعمل لكم. طبعا هعمله لكم في خيط الصوف، طبعا بتدككوه عادي خالص. بصوا تجيبوا الالوانات اللي لايقه على الشنطه اهو. عندك مثلا اكسسوار اورنج اهو، عندك ابيض، عندك اوف وايت، عندك زيتوني. بصي اي الوانات للبنانيتي بتبقى جميله، انا بسميهم بنانيتي. شايفين ادي برضو ده ممكن اهو، البيج الفاتح ده برضو ممكن يمشي، ممكن برضو الزيتوني اهو. بصوا اللون اهو برضو يمشي. انا بقول لكم اي انواع تدي شكل حلو للشنطة اعملوها، فاهميني؟ طبعا انا برضو هبقى اعمل لكم شنطة واوريكم ده بيتدكك ازاي، الشنطة بتدككيها ازاي وبتدي شكل خرافة، بتدي شكل في منتهى الجمال. طبعا دي انا عملتها اهوت اهوت، دوت نوع ترتر، بس ترتر كبير. طبعا انت برضو اعملي حاجة تشدي البنوتة كده، المنظر يبقى جميل ليها اهو. وادي عين حطيتها، وادي اهو برضو عملتها من ورا كده سطر تاني. طبعا انا لسه يا جماعه، بص انا حاطه ايه، حاطه الستان جوه بتاع اللون اللي هيمشي عليه. بصوا انواع الستانات اهي. بصوا دي لسه انا هبطنها، بس انا مش عايزه الصراحه ابطنها المره دي، لان انا كل مره ببطنها. بصوا شكلها من جوه اهو، برضو تمشي معانا كده. ممكن ما تبطنيهاش، عايزه تبطنيها من جوه بطنيها. انا عملت لكم قبل كده شنطه كانت بالبطانه، لا انا بقى عايزه المره دي مش عايزه اعمل بطانه، عايزاها بالمنظر ده بس كده اهو. بصوا ايه رايكم؟ بص انا كنت حاطه لكم انواع الستان اللي تمشي عليه، البني الغامق او البني الفاتح هتمشي عليه، لان طبعا مفيش بطانات زيتوني. انا ما لقيتش بطانه زيتوني، جبت بني او بيج او بني فاتح اهو. اي حاجه تلاقيها تليق عليها هاتيها. ايه رايكم فيها اهو بالمنظر دوت كده؟ كنت عايزه بقى ابدا معاكم برضو، وعملت لها الحزام بقى منها فيها. كنت طبعا انا بقى احط لكم السلسله والحاجات دي، لا بصوا حطيت اللونين في بعض اهو. بصوا يعني ممكن كده لون اهو، نص لون ونص كده، وريكم ان ايه ممكن نشكل في الحزام زي ما احنا عايزينه بتاع الشنطة بتاعتنا. ايه رأيكم فيها اهو؟ بصوا اهو، وحطيت دوت طبعا بالمسدس الشمع اهو.
المسدس اهو اللي احنا بنلزق بيه لزقه بسيطه قوي. يعني ايه، ما تعمليش جامد، لا، نقطه وروحي ايه لزقه، نقطه وروحي لزقه. برضو من هنا العين ديت عملتها لزقه من هنا ولزقه من هنا اهو بالمنظر دوت كده اهو. عايزه بقى ايه اعمل معاكم سطر حتى بس كده. عايزه المره دي احنا عملنا بكل الخيوط، لسه بقى بايه بخيط الصوف اهو. بتجيبي خيط الصوف ده متوسط السمك، ما تجيبوهوش تخين، خليها رقيقه كده، يعني خلي الشنطه رقيقه، ده متوسط السمك اهو. طبعا احنا بنقول بنسيب 10 سنتي كده اهو على جنب. طبعا بلف الدايرة بتاعتي كده انا علشان قفلة البداية. بصوا الشمع بتاع بتاع المسدس اهو. بتاخدي الفتلة اللي على جنب كده بتدخليها جوه الدايرة كده، بنشدها لفوق كده اهي عشان تقفلي معايا الدايرة من تحت كده اهو بالمنظر دوت كده. فاهميني؟ طبعا عايزه اوريكم حاجه برضو قبل ما ابدا معاكم. انا كنت عامله الخيش بنمرة 4، عملت السلسلة بنمرة 5، عملت الصوف. هعمل الصوف أنا لسه ما عملتوش، هعمله بنمرة 3.5. يعني كل خيط يا جماعة ليه إبرة، فاهميني؟ كل خيط ليه إبرة. طبعا بكرة الخيط قدامك كده بتلف طبعا الخيط على صباعك كده. قلت لكم قبل كده بنمسك الخيط اهو بصباعنا الاتنين كده، بالتنك تقفلي بالصباعين كده اهو، او الصباعين اللي على جنب دول، عشان بس تدي ايه اهي دايرة صغيرة على قد ما انا امسك الابرة ادخلها فيها. خلاص بعمل ايه، انا عايزة بقى اعمل ايه شنطة مربعة. الشنطة المربعة دي هعملها 25 غرزة. ادي 25 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. خلاص عملنا 25. تمسكي كده السلسلة بتاعتك، لقيتيها صغيرة زودي 5 كمان. متهيألي كده صغيرة شوية عشان طبعا بنعمل بإبرة صغيرة، زودي 5 كمان اهو. 26 27 28 29 30 اهي. بصوا عرضها كده جميل عشان انا عايزاها برضو شنطة صغيرة لطفلة. خلاص بعمل ايه، بلف الخيط على الابرة. بعمل ايه، اسيب 3 غرز، بسيب 3 غرز. هتسيبي الغرزة اللي عند الابرة دي، ادي التانية اهي، ادي التالتة اهي. في رابع سلسلة خش اعملي عمود بلفة اهي. شايفين؟ في السلسلة اللي جنبها اعمل عمود بلفة اهو. في السلسلة اللي جنبها اعمل عمود بلفة. طبعا بتني ماشية السطر ده كله عمود بلفة اهو، عمود بلفة. بصوا عايزة بس اوريكم شكل العمود اهو بالصوف. طبعا لما بنطلع شايفين، عايزة اوريهولكم ادي العمود.
طبعا بعمل لاخر السطر عواميد. طبعا انا النهارده بس كنت عايزه اشرح لكم الشنطه، اوريكم شكلها بعد ما خلصتها. طبعا باذن الله في الفيديو الجاي ان شاء الله طبعا هعمل السطر لغايه هنا عواميد بلفه، وان شاء الله هنبدا من الفيديو الجاي نعمل الشنطه نصها كده مع بعض، اوريها لكم باذن الله في فيديو جديد. طبعا انا بس كنت عايزه اوريكم غرزه العمود في الصوف بتبقى عامله ازاي، وطبعا هعمل لكم المره الجايه في الفيديو الجاي عشان ما اطولش عليكم. المهم ان انتوا شفتوا شنطتي، شنطه البنوته. عايزه بقى تعليقاتكم الحلوه، وعايزه ايه الكلام الحلو بتاعكم اللي بيشجعني. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.